إن الجزائر آية الشعب حررها وربك وقعها. إن الجزائر آية الشعب حررها وربك وقعها. إذا متابعينا الكرام صراحة أنا ما عرفتش كيفاش غادي نعلق على هذا المقطع، لأنه مصيبة كحلة وكارثة ومهزلة، ودرجة الجنون اللي وصل له نظام حضارة الجزائر خلاته أنه كيتطاول على الدين، كيتطاول على القرآن عيني عينك، وكيتطاول استغفر الله على الله سبحانه وتعالى، كيف ما سمعتوا في هذا التصريح الكارثي ديال عام مجيد حاشاكم في الخطاب ديالو اللي سموه خطاب تاريخي أمام البرلمان يوم أمس. قال لك الجزائر آية استغفر الله وربك وقعها استغفر الله مجددا. دابا بالله عليكم واش هادو كيتجاوروا معاهم الناس؟ واش هادو كيعطيوهم الحكم؟ واش هادو عندهم شي عقل ولا ما كيكتابوش؟ خليتوا جميع الامور الدنيويه اصلا تطاولتوا على كل شيء، ما خليتوا حتى شي واحد في الثقه. دابا دوزتوا للدين ودوزتوا للقران ودوزتوا الله سبحانه وتعالى استغفر الله. وسابقا شفناهم كيتطاولوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. يا محمد مبروك عليك الجزائر رجعت لك. فين باغيين توصلوا؟ فين باغيين تمشيو يا مساخة الوالدين؟ فين باغيين تمشيو؟ اش هاد الحماق اللي وصلتوا ليه؟ القران وما هنيتوهاش، واستغفر الله التطاول على الله سبحانه وتعالى. الجزائر آية وربك وقعها. واش كاين شي حد عنده عقل كيقول هاد التصريح هذا؟ واش كاين شي حد عنده العقل كيقول هاد الشيء وفي خطاب امام البرلمان؟ ومسخط الوالدين هذوك اللي قطعوا البث البارح ماشي يحيدوها في المونتاج يقولوا اش كيقول هذا المسخوط هذا، لا خلوها دوز. يعني كارثه، تبهديله، مصيبه كحله. فين باغيين يوصلوا هاد الناس؟ وحاشا انهم يكونوا ناس، حاشا انهم يكونوا ناس، وحاشا انهم يكونوا مسلمين. واش كاين شي دوله اسلاميه تقول هذا الكلام هذا؟ الرئيس ديالها يقول هذا الكلام هذا، يقول هذا التصريح هذا امام البرلمان وامام الكاميرات، وقال لك خطاب موجه الى الشعب. واش كاين شي حد عنده شي عقل كيتقبل هاد الهضره هادي؟ وسابقا تطاولتوا على الرسول وتطاولتوا على مكه المكرمه، قلتوا راه ما كاينش في المدينه، ما كاينش في شبه الجزيره العربيه، الاصل ديالها كاينه في حضاره الجزائر، وما خليتوا ما قلتوا. دابا وصلتوا للقران، وصلتوا لله سبحانه وتعالى. عباد الله سبحانه وتعالى ما استغفر الله العظيم، انا ما لقيت ما نقول، والله ما لقيت ما نقول، راه كل شيء واضح امامكم. متابعينا الكرام راكم في فيديو قادم.